خلاص العربيه تيجي بقى. بسكوت يا مدام. بس امشي يا ماما من هنا. بسكوت ايه؟ يلا امشي من هنا، مش عايزه منك حاجه. امشي بلاش تسول. انا معايا اصلا على فكره. لا شكرا. هو يوم ما هيشتري منك انتي. ده انا اشتري من مول، من سوبر ماركت، من مكان نظيف، لكن اشتري منك انتي كله قرف وتلوث. يلا امشي من هنا. تلوث ايه يعني؟ مش فاهمه. بلاش قرف. امشي من هنا يا بنت انتي. في اوريو. قلت لي بقى عندك كام درس؟ انا درس واحد. طب كويس والله. بس موجودين. ايه ده؟ امشي مش عايزه منك حاجه. امشي امشي بقى تاني. ولا حاجه. يوه. يا شاطرة خدي انت تاخدي. انت بتبيعي ايه بقى؟ ببيع بسكوت وميه وعصير وبسكوت اهلاوي. طب هي الست اللي كانت هناك دي كانت بتزعلك ليه؟ بتعرفك؟ لا بس هي طريقتها وحشه. هي بقول لك يا حبيبتي، ايه؟ انا عايز اشتري كل الحاجات اللي معاكي، العصير بقى والميه والبسكوت، احسبهم لي بكام بالمكسب بتاعك طبعا وخدي فلوس. ايه اشتري كل اللي معاكي. يا عمو؟ انا عارفه ان انت مش عايز تزعلني، بس انا مش شحاته ولا حاجه. مش شحاته؟ طب ايه رايك اشتري كل اللي معاكي وانت تروحي تشتري بالفلوس تاني وتكسبي تاني وتجيبي حاجات تاني كتير؟ لا يا عمو شكرا، مش عايزه اي حاجه. مش عايزه؟ طب تاخدي فلوس طيب؟ لا شكرا. يلا باي. باي يا حبيبتي. بصراحه اول مره اشوف كده. ده البنت رفضت تبيع لنا كل الحاجات اللي معاها، فاكره ان احنا بنساعدها يعني، وبصراحه انا كنت قاصد اساعدها يعني. انت عارف يا بابا ايه؟ البنت دي معايا في المدرسه. يعني انت صاحبتك في المدرسه؟ ما شاء الله. طب يا عيني، ده اكيد ما بتروحش المدرسه عشان حالتهم بقى وكده صح؟ لا بتروح. بتروح؟ وهي فقيره جدا، معاها فلوس على قدها. اكيد ما معهاش فلوس فعلا. وبتطلع الاولى في المدرسه. دي بتطلع الاولى في المدرسه؟ سبحان الله بجد، فعلا مكافحه. ياه انا فخور جدا. بقول لك انا عايزك تبقي زيها يعني. لا الحمد لله يعني، مش عايزك تنزلي تبيعي وكده، بس عايزك تبقي مجتهده زيها. والبنت دي يا ريت تبقى تعزميها عندك ان شاء الله. يا ريت كل اصحابك يبقى زيها. عادي بقى، اي هعزمك في مكان. بس انا كنت عايزه اشتري من البسكوت ده. لا يا حبيبي، الحاجات دي من الشارع بتبقى وحشه وفيها تلوث وكده. طب ما هي برضو اللي هي جايباها من الشارع ده، ما هي جايباها من المحلات برضو. لا الله اعلم. انا لما اشتريت من سوبر ماركت، من حاجه نظيفه، لكن دي من الشارع، دي اكيد هي حاطه ايديها فيها بقى تلوث، فيها ميكروب. لكن لا، احنا ما بنشتريش حاجه من الشارع ابدا. يلا حبيبي. اشربوا يا استاذ. انت عايز تشرب ايه بقى؟ عصير ليمون. طيب وانا شاي، يبقى واحد ليمون واحد شاي. طب هو اللي موجود حاليا عصير جافة، اجيب لك ولا؟ طب ماشي. ماشي عليك حاضر. تمام. بقول لك ايه؟ هم دول. متأكد؟ ايوه هم دول يا عم. بقول لك ايه؟ ماشي. اهم حاجه تحط للولد، اهم حاجه عندي الولد. يا عم ما تقلقش، العصير بتاع الواد حط له ده فيه. بس وانا هديك اكتر من اللي انت عايزه كمان. لا انا كل اللي انا عايزه 20,000. خلاص ماشي، بس اظبط الكلام وما يهمكش. يا عم لو عايز نحطها كلها، اهم حاجه اخد 20,000. يلا بس. روح انت كتير. يا عم احمد عايزه الشاي بتاعي. الحقيقة بقى هي مش دي البنت المتسولة اللي كانت بتبيع البسكوت تحت؟ على فكره يا ماما انت فاكراها متسوله، هي مش متسوله. ازاي يعني؟ هي اصلا معايا في الفصل في المدرسه، وكل سنه بتيجي الاولى على المدرسه، بقى والمدرسين المتسولة دي؟ كلهم بيحبوها. ما هي قاعدة على الكافيه اللي شكلها معاها فلوس قد كده. لا مش معاها فلوس ولا حاجه، بس يعني الجو حر جدا، احنا نشرب بقى حاجه بعدين اوديك الدرس بتاعك، وبعدين برضو يبقى تكملي لي قصه صاحبتك. اسمها ايه؟ منى. قصه منى صح؟ قصه منى. بقى المفعوصة دي بتطلع من الأوائل وكده، وانت يا موكوس بقعد اديك في دروس وكده وطلع فاشل. اصبر بقى شوف هعمل لك فيها ايه. انت يا بت، انت يا بت،
يلا قومي من هنا، امشي يلا. يا طنط يلا عايزين نهوي كده. طنط مين يا اختي؟ قومي يلا. حرام عليك، انا عملت لك ايه؟ قومي من هنا بقول لك، بلاش قرف، قومي يلا. طب وانا ما عملتلكيش حاجه؟ خدي شنطتك وقومي يلا، قومي يلا، قومي يلا، خدي شنطتك يلا وامشي. امشي بلاش قرف، امشي. انا مش هقول اكتر ان الله يسامحك. امشي غوري، بلاش قرف. حرقت دمي. انا طيبه وغلبانه. ايه ليه؟ لا مفيش طيبه ولا غلبانه. ده بيحط ايه؟ وهو كان بيحط سم في العصير. اتفضل يا استاذ، وان شاء الله الماء بتسخن وهجيب لحضرتك الشاي. طيب ماشي. وانا عايز عصير مانجا بعد اذنك. عينيا حاضر. 2 2. عينيا. لو سمحت في باكيت 50. ده ايه البجاحه دي؟ 50 ايه وبتاع ايه؟ انت يا بنت بتغزيني يا بنت، اللي معاك فلوس ولا ايه؟ باكيت 50. امشي من هنا يا بنت انت. يخرب بيتك، ايه اللي انت عملتيه ده؟ امشي من هنا، خلي هنا، امشي. اسفه يلا ايه اللي انت عملتيه ده؟ امشي. بقول لك ايه، ما تحركيش يا جدع. اسفه. خد يا منى، انت ايه اللي انت عملتيه ده؟ كسرت الكوبايه ليه؟ بقى انا بقول حرام وبقعدك هنا وانت في الاخر تعملي كده؟ وحياة امي ما هسيبك النهارده. بقول لك ايه، خلاص هي واضح انها ما كانتش تقصد. حساب المشروب والكوبايه عندي انا هدفعه. اذا دفع كان الفاتورة. كده ماشي. ماشي. شكرا قوي يا عم. شكرا ايه؟ بقول لك ايه بقى، انت ايه حكايتك؟ اجي اشتري منك تطلعي بنت اصيله، واسال بنتي تقول انك زميلتها في المدرسه وبتطلعي الاولى، ودلوقتي انا مركز معاكي، انت قصدك تكبي الكوبايه، ليه عملت كده؟ عشان بصراحه حط سم. ايه؟ انت متاكده من الكلام ده؟ شفت بعينيا. شفت بعينيك ايه؟ طب بقول لك ايه، واضح كده ان الموضوع كبير، انت اختفي من هنا خالص وانا هتصرف. تمام. ايه اللي بيحصل ده؟ الله يخرب بيتك يا منى، طلعت لي منين بس دلوقتي؟ ده الحمد لله ان البتاع لسه فيها سم. كنت هتصرف ازاي والمصلحه كانت هتطير مني. ده مصلحه في الجون يا دي يا احمد. يا ابني ده الموضوع بجد بقى. قعدك من الكافيه شهر ايه؟ ده 5 شهور، حلو قوي كده. المره دي بقى اديها له في ايده يشربها. اتفضل يا حبيبي، معلش انا اسف عن اللي حصل. احلى كوبايه جواف. اشرب. استنى يا حبيبي، استنى. استنى يا عم في حاجه؟ انا هلم الحاجات دي دلوقتي. يا استنى أستاذ. انا عايزك. بقول لك ايه، اشرب كده. اشرب يا استاذ؟ اشرب. ده بتاع الطفل ما ينفعش. على فكره العصير ده فيه سم يا مدام. اشرب. سم ايه اللي بتاخد؟ خلاص انا كداب وبتبلع عليك. اتفضل اشرب واتاكد. عندي حساسيه من الجوافه، ما لا ما ينفعش. عندكش حاجه. اشرب. يا استاذ اشرب بق واحد بس. مش هقدر انا اشرب ايه؟ ما بص، يا تعترف بكل حاجه يا هتشرب عافيه. قلت ايه؟ يا استاذ قلت ايه؟ طب خلاص انا شايفك بعينيا. طب وطي صوتك بس، وطي صوتك عشان الفضايح. فضايح. انا هقول لك على كل حاجه. انا والله ما ليا ذنب، هو فعلا البتاع ده فيه سم، وواحد اسمه عماد جه هنا وقال لي هديك 20,000 جنيه وحط للطفل ده. عماد يخرب بيتك، ده كل ده عشان الورث. يخرب بيتك يا عماد. انتوا تعرفوه؟ ايوه انا اعرفه. مين عماد ده يا مدام؟ عم الواد عايز ياخد الورث، ربنا ينتقم منه. والله هو ده كل اللي حصل يا استاذ. اعمل بالله عليك، بالله عليك، انا على الله شغال هنا اليوم بيوم يا استاذ. يوم بيومه. والله ما هعمل يوم كده بيومه تاني. طفل. والله بص يا ما هعمل مدام، كده تاني. انا عشان مش هنسب البطوله لنفسي طبعا. الطفله اللي كانت هنا اسمها منى، صح يا جنة؟ هي اللي قالت لي، والكوبايه اللي هي رمتها اصلا كان برضو فيها سم تقريبا، فهي عملت كده عشان تنقذه، وتقريبا كده كان خايفه تتكلم. يا بس يا الكلب ده انا أستاذ. هسلمه للشرطه. متشكرة لحضرتك جدا. يا فندم انا تحت امرك. بصي ده انا هسلمه للشرطه ويعترف بقى على عماد ده. احسن. وحضرتك معلش تيجي معانا عشان أكيد نخلص طبعا. برضو من المصيبه دي. أكيد يلا يا طبعا. جنة. يا استاذ الكوفيه سيبه لوحده. اخلص. طب يا استاذ انا قلت لك على اللي فيها سيبه، امشي ماليش قدامي دعوه. يلا. مالكش دعوه ازاي؟ امشي. هي كلها ساعة كده بقى وتجيلي خبر.
خليني بقى ناخد الورث. اكيد ده خبر. وانت يا احمد حقك موجود. ايه ده؟ بقى انت يا واطي عايز تموت الواد؟ بقى انت يا عم اللي المفروض انت تخلي بالك عليه وتحافظ عليه، عايز تموت ابني؟ مين اللي قال لك كده بس؟ ايوه احمد اللي اتفقت معاه، وفي كمان شاهد. ودلوقتي المباحث جايه هتقبض عليك كمان؟ ايوه. دي المصيبه اتخرب. لازم تنول جزائك. يا مرات اخويا ما حصلش حاجه يا مرات اخويا. بقى عايز تموت ابني اللي من لحمك ودمك؟ ده انت واطي. يا انتوا بلغتوا ولا ايه يعني؟ يا شيخ حسب الله ونعم الوكيل فيك وفي اللي زيك. منك لا يا احمد الكلب، منك لا يا احمد الكلب. طب انا بروح فين؟ خليك زي ما انت بقى قول. بابا وحشني قوي، ماما وحشتني قوي، الله يرحمهم. ايوه مين؟ ازيك يا حسن عامله ايه؟ الحمد لله، اتفضل. ممكن ادخل؟ طبعا. ربي يسعدك. ايوه. امال فين بابا ولا ماما؟ بابا الله يرحمه، وماما الله يرحمه. ايه ده؟ يعني انت عايشه لوحدك؟ امال ليه الناس كلها فاكره ان انت عايشه مع بابا وبابا فقير؟ تضحكي على الناس يعني وتقولي ان عايشه مع بابا وكده؟ امال ايه؟ انا بقول لهم كده عشان هما بيفضلوا يقولوا لي يا ما عندكش اب وام. سيبك. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ انا عندي بس سؤال كده، هو انت ليه ما قلتيش للست اللي فوق كان في الكافيه دي ان في سم في العصير وريحت دماغك؟ يا عمو ما هي كانت مش هتصدقني، وانا حليت يعني، كسرتها وخلاص. والله واضح فعلا انك شاطره ودماغك كويسه. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ انا ابقى والد جنه زميلتك في المدرسه، هي حكيت لي عنك اصلا. عرفتها. طب بما انك بتقولي عايشه هنا ومفيش حد من اهلك ولا في بابا ولا في ماما، ايه رايك لو تيجي تعيشي معايا ومع جنه وتسيبي البيت المتواضع ده؟ تمام. ومن النهارده اعتبريني بقى زي بابا. تمام؟ تعالي بقى عيشي بقى مع جنه وعيشوا انتوا الاتنين مع بعض. بس ماشي. اسمعي الكلام. ماشي. يلا.